ما بين كوريا الجنوبية صاحبة ال10 مشاركات بالمشاركة القادمة إن شاء الله في قطر في كأس العالم أمام البرازيل وأرض كرة القدم البرازيل وصاحبة بطولات كأس العالم في 5 مناسبات في مواجهة خاصة اليوم أمام فريق الشمشون الكوري فريق سون وانغ مين هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بمشاركة مع النجم المصري محمد صلاح وفي مواجهة مع نيمار ونجوم البرازيل أمامنا هنا في هذا اللقاء المقام طبعا وكان آخر اللقاءات اللي جمعت ما بين الفريقين أقيمت في استاد محمد بن زايد بالجزيرة نادي الجزيرة في أبو ظبي وكان تفوق البرازيل بثلاثية نظيفة في تلك المباراة. مباراة مهمة في قيادة تحكيمية اليوم لحكم هذه المباراة الحكم الياباني الحكم ريوجي ساتو. انطلقت المباراة واللقاء وصل إلى نصف النهائي في تلك البطولة وهنا بعد يعني فترات كان الكل يتحدث عن أن نكون فك الشراكة اللي كانت مع لوسيو المدافع الشهير وادي تسديدة حلوة المباراة بادية حلو ولوكاس باكيتا خلاص احنا يعني الايام مع بداية مثيرة بعد رأسية تياجو سيلفا امامنا هنا ميسي لمنتخب الارجنتين على طول كرة هدف اول هنا هدف اول كرة هدف اول اتعملت حلوة قوي الكرة ومين اللي بيسجل امامنا هنا بهذه المهارة اللي يملك 71 هدف. ادي امامنا السادة ريتشارلسون وتسديدة لكن بعد ايران وبعد اليابان على مستوى القارة الاسيوي كأس العالم كرة امامية على طول ملعوبة لكن منذ قليل لرافينيا وهدف ريتشارلسون في البرازيلية في احد العروض القوية. نيمار الجبار مع المنتخب البرازيلي خلال التصفيات المؤهلة. بيوم امامنا ووقع الحكم ساتو الياباني وقع والتسديدة مرة ثانية من سون في هجمة حلوة هوانج ان بيوم امامنا هنا لاعب المعار عن طريق هونتشول يعمل كرة حلوة قوي استلام من الكابتن والقائد قلعة البلوغرانا في كاتالونيا في كوبا امريكا طبعا في ملعب الماريكانا بهدف كان انخيل دي ماريا الى خارج الملعب البرازيل لكن دائما وابدا تبقى مرشح لانه طموح اللقب مرة ثانية الى داني ألفيش يلعب الكرة لكن فين بعيدة امام تحرك من جانب رافينيا يلف كرة حلوة قوي يا ولد ما بين السبيرز وما بين الارسنال على المركز الرابع المؤهل. تفانى امامنا لكن اللي مكمل عايز يعديل عن طريق رافينيا امامنا يعلق كرة عالية وجود ادرسون حارس مرمى المان سيتي لكن بيفرتون حارس بالميز قوي في هذا المكان واللي جنبه كمان يونج وان ايضا طويل ورافينيا يعدل على شماله يلف كرة حلوة قوي لكن واللي فيها المهارات اللي فيها ممكن تسديد من الكساندرو لكن تسديدة فريدي الى شباك الحارس كيم امامنا كرة ملعوبة من اللاعب هيتشان الاستلام تحت ضغط تسديدة يا ولد هوانج يسدد امامنا لاعب نادي بوردو التعادل. بص الخط جانب نيمار الى الكساندرو لف كرة حلوة يا ولد ياباني ساتو اللي يلعب كرة امامية سون هوانج مين حلوة قوي في الجانب الشمال لكن الانتشار واللمسة واللعبة والتفويتة في طبعا كوريا الجنوبية على مدار تاريخ لكن تصدي رائع من الحارس وادي مرة ثانية كرة قوية من داني ألفيش المرة دي حارس 8 مشاركات من الأصل 10 8 متتالية في كأس العالم وحكم اللقاء هيروح يشوف الفار هي فيها شك كبير. نيمار والمواجهة ولد على نيمار ثبت كيم سوانج جو رقصة برازيلية الكوري وادي امامنا هنا الرابع وادي التدخل ولكن تلاده مع 5 اهداف دولية وركنية المرة دي باكيتا طمع باكيتا ولكن الى ركلة ركنية يعني قدم لنا برضو درس في مباراة اليوم. تياجو سيلفا مش ممكن تياجو سيلفا ثالث كورة ضربة رأسية من الركنية في مساعد اول ويان ماياهيرو هو مساعد الثاني في مباراة اليوم وكو يوجين الحكم الكوري الجنوبي حكما رابعا في هذه المباراة وحكمي الفار من كوريا الجنوبية دا يون كيم وسانج هيوب تشاي في مباراة اليوم. الشوط الثاني انطلق يلعب لقاءات ودية لكن خلينا نشوف البداية والضغط في الأداء. هنا محاولة للانطلاق عن طريق سون نجم السبيرز وهناك فاول على سون 2-1 واللي بيواصل أداؤه القوي وادي أمامنا كيم كرة في هذه المباراة الودية التمريرة الحلوة باكيتا
على طول من لمسه واحده، لكن يطلع كيم سيونج جو امامنا ينقذ هدف لباكيتا. دفاع بيغيب وايضا يغيب كيم جين سو، وادي امامنا كره على طول في السبيرز في توتنهام، وادي التمريره لكن ماركينيوس قافل. كره حلوه قوي الى باكيتا، باكيتا يلف كره حلوه الى باكيتا، باكيتا لنيمار، نيمار يسند الى الكساندرو، الكساندرو المره دي قال له قوم بقى، المره دي قال له قوم، قال له قوم كيم يونج وان، كيم يونج بينتوا. يبدو ان هناك ركله جزاء جديده في مباراه اليوم، يبدو ان هناك ركله جزاء جديده على ذكر طبعا. وادي امامنا هنا كره نيمار، يا حبيبي يا حبيبي على الدلع، يا حبيبي على الدلع، بص الدلع البرازيلي وترجمها نيمار، ثم سجل نيمار بقى الهدف الثالث في الدقيقه 30، ثم سجل نيمار من ركله الجزاء في الدقيقه 15 اللي هو قلنا عليه. وادي ممكن محاوله تقليص النتيجه لكن فرصه بتضيع، فرصه بتضيع، فرصه ضائعه. وبيبرتون امامنا كره خطيره جدا، اليكس تيلس الاثنين المدافعين بينيه حلوه لكن اللاعب التوفيل اللي بيحاول يعدي يعمل يا ولد، عملها عرضيه، بيلعب بواقعيه وفي حدود الامكانيات امامنا. هو المميز طبعا باهدافه وتالقه، وادي مرور امام العده حلوه قوي، وهو لما مهاره، لكن هوان امامنا في وسط الملعب تمريره لكن اتزحلق المره في منطقه الجزاء مره ثانيه. هنا رافينيا دوري الابطال اللي هيشترك امامنا هو فابينيو بعد قليل، ومتالق كان مع ليفربول، جاب 5 اهداف. انطلاقه حلوه، استلام فينيسيوس لعبته في الضيقه لكن الى خارج الملعب، الى خارج الملعب، استعراض للقوه، طلع ريتشارلسون اللي دخل منذ لحظات، ويونج يلعبها اماميه لكن في مرحله التصفيات، المرحله الثانيه من التصفيات. هوانج هيتشان امامنا التمريره العرضيه لكن في الملاحق المتبقيه، وتسديد المره دي جميعا كعشاق ومحبي للمنتخب الايطالي على مباراه حلوه، لكن يتدخل القائم الايمن نيمار يبحث عن رافينيا يا ولد، يا برونو المتالق، برونو بانضمامه، وادي امامنا هدف، يا ولد منذ انضمامه للمباراه ليجد نفسه كوتينيو داخل ان شاء الله. انطلاقه حلوه البرازيل اللي بتلعب مباراه كبيره. الخامس جاي انا جبريل، انا لاعب مانشستر سيتي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اهلا وسهلا بكم. استطاع المنتخب الارجنتيني اللي هو يفوز على المنتخب الاسترالي في مباراه كانت سهله، ولكن صعبها المنتخب الارجنتيني على نفسه، وكاد المنتخب الاسترالي ان يتعادل ويلعبوا وقت اضافي، ولكن مارتينيز حارس مرمى الارجنتين استطاع ان هو يصد اخر كوره في المباراه عشان يفوز المنتخب الارجنتيني ويواجه المنتخب الهولندي في دور الثمانيه. الارجنتيني تقدم ليونيل ميسي في المباراه الالف له كل الانديه اللي لعب لها، ويسجل هدف رقم 789 في تاريخه، ويفتح الفوز للارجنتين، وبيسجل الهدف التاسع في نهائي كاس العالم عشان يبقى تاني هدافين المنتخب الارجنتيني بعد جابرييل باتيستوتا ب10 اهداف، بيعدي دييجو ارماندو مارادونا ب8 اهداف. اول هدف للنجم ليونيل ميسي في خروج المغلوب في النوك اوت، تعملق الحارس مارتينيز عشان تتاهل الارجنتين لمواجهه المنتخب الهولندي عشان يكرروا نفس الماتش في كاس العالم 2014 في قبل النهائي، واستطاعت الارجنتين تفوز بضربات الجزاء. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.